الحضور الكريم، إن القارئ للتاريخ المصري سيدرك وللوهلة الأولى أن عظمة هذا الوطن تكمن في عظمة أبنائه. وإذا نظرنا الآن إلى أرض طابور الكلية الحربية قلنا ما شاء الله، ستقع أعيننا على أسود ستتحمل مسؤولية حماية عرين الوطن. هذه الأسود تزيدنا ثقة على ثقتنا بأن مستقبل مصر في أيد أمينة بإذن الله، وستبقى الشمس تلامس بخدها صفحات النيل الخالد الذي سيظل يجري بأمر ربه في مساره الطبيعي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة، وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. ولست أتجاوز إذا قلت أن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من